بس كده ما شاء الله طالعه مظبوطه. هضغطه كده وخلاص، وبعد 3 ايام ان شاء الله هناكله اجمل ليمون. تعالى بقى لما اقولك على اجمل طريقه ممكن تعملي بها الليمون المسلوق. الليمون ده ب20 جنيه وموجود ما شاء الله في السوبر ماركات الكبيره ب40 جنيه، الضعف يعني. الميه بتغلي هي، بسم الله. اهم حاجه في الليمون عشان تاخدي نتيجه حلوه ما تسلقوش جامد، يعني نص سلقه كده. اول ما يقلب اول قلبه كده تطفي عليه على طول وتطلعيه من الميه السخنه تحطيه في ميه بارده. اول ما تلاقي الليمونه فتحت من الجنب كده تطفي على طول. مش شايفين بقى طري خالص اهو. هطفي عليه بقى واشيله على طول من الميه، احطه في ميه بارده. وسيبته في الميه لمده يومين، بقيت اغير عليه الميه مرتين 3 في اليوم. وبعد كده نحطه بقى في البرطمان بتاعنا. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صلى الله يشفع فينا يا حبايبي. هقولك بقى على الملح المظبوط اللي تحطها على الريت الميه هيطلع معاك اي مخلل مظبوط ان شاء الله. هو الزيتون بس اللي بنزود الملح عليه شويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا محضره الميه ومظبطاها اهو. الميه اهي، شايفين ما شاء الله. دي اجمل محلول ممكن تعمليه لليمون او اللفت او الخيار او اي حاجه. بتخلطي شطه حمراء، ولو عندك جزره بتبشريها وتحطي على الريتل الميه 3 معالق ملح. ولو عايزه المخلل يستوي معاكي بسرعه حطي على الريتل الميه معلقتين خل. عايزاه يقعد عندك فتره طويله ما تحطيش خل خالص. يبقى الريتل الميه بياخد معاكي 3 معالق ملح. لو انت عايزاه يعني مظبوط لا مالح قوي ولا عادب قوي معلقتين يكفي. بسم الله. بس كده ما شاء الله طالعه مظبوطه. هضغطه كده وخلاص، وبعد 3 ايام ان شاء الله هناكله اجمل ليمون. وفي حاجه خلي بالكم، حته الليمون ديت اصلا انا مش حاطاها للليمون، هو مش محتاج اصلا عصير ليمون، بس الميه دي كانت فاضله مني وانا بخلل الزيتون، فسبتها في التلاجة لما الليمون خد يومين 3 كده في الميه العذبه، وبعد كده ضفتها. اما بقى لو بتعملي لفت او كرنبيت او خيار او كروم لازم تضيفي عصير ليمونتين على الريتل الميه، بيديكي نتيجه حلوه قوي في طعم المخلل، وكمان بيحفظه، تبقى ماده حافظه كده. وتضيفي كمان حاجه غير عصير الليمون، معلقه السكر على اي مخلل بيخليه مقرمش معاكي، وكمان بيخلي البكتيريا النافعه تتغذى وتقوم تستفادي بالقيمه الغذائيه اللي في المخلل. ايوه يا جماعه والله المخلل فيه قيمات غذائيه بس لما يتعمل بالطريقه الصح. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير والاشتراك بالقناه، وهسيب لكم في اول تعليق مثبت طريقه عمل الليمون المعصفر. مع السلامه.